السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى نعمل الفشه بطريقه حلوه جدا، بطريقه الفاهيتا. تبقى طعمها حلو جدا مع طبق المكرونه. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو والاشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. حطيت حله فيها ميه على النار، وحطيت فيها ورق لورا وحبهان وفلفل اسود حبوب، ونحط فيها بصلايه وممكن طماطمايه، اي حاجه عايزه تحطيها حطيها، ونخليها لغايه ما تغلي. واول ما تغلي نكون محضرين بقى الفشه بتاعتنا، طبعا مغسوله ومنقوعه كويس قوي في ملح وليمون وخل، وما نقطعهاش، نسيبها سليمه زي ما هي او نقطعها على اتنين تبقى قطعه كبيره. واول ما الميه تغلي نروح منزلينها، ونحط كمان معاها جزار حاطط لي شويه حلويات كده، نحطها برده معاها، وهنسيبها بقى لغايه ما تستوى. بتقعد لمده ساعه ونص او ساعتين. واحط حله على النار واحط فيها شويه ميه، واول ما تغلي انزل بمعلقه ملح صغيره من بتاعه البهارات، وانزل بكيس مكرونه واديها تقليبه، واسيبها كده لمده 8 دقايق كده لغايه ما تستوي. المكرونه زي ما انتم شايفين ابتدت استوت اهي وبقت حلوه كده وزي الفل. المهم ما نزودش عليها السوا عشان ما تعجنش مننا. دلوقتي هنروح نصفيها. بعد ما صفيتها اخدت الحله شطفتها وحطيت فيها شويه زيت، واول ما يسخنوا انا كنت هعمل المكرونه من غير لا توم ولا بصل ولا اي حاجه، قلت اخليها خفيفه. بعد كده قلت احط عليها حته تومه كده صغيره، قلبتها لما ريحتها طلعت رحت نازله بقى ايه بالصلصه بتاعتنا، وهحط معاها ملح. بحط على الكيس المكرونه 3 معالق ملح من اللي هي بتاعت البهارات الصغيره، ومعلقه فلفل اسود صغيره، ومعلقه زعتر، وممكن لو عندك ريحان تحطي، وشويه شطه وشويه سكر، واسيبها تغلي غلوتين. واول ما تغلي كده اروح نازله بقى بالمكرونه بتاعتنا. الصلصه ما سيبهاش لما تبقى ناشفه خالص، لا تبقى فيها نسبه ميه، وانزل بالمكرونه. ولو حابه ان انت تحطي معلقه صلصه من اللي هي الجاهزه ممكن تحطي، واديها تقلبتين كده وهي على النار واطفي عليها. الفشه استوت زي ما انتم شايفين كده، وقطعتها طرنشات كبيره، وبعد كده رحت مقطعاها مكعبات صغيره، وحطيت بقى الوك على النار وحطيت فيه شويه زيت. واول ما سخن رحت نازله بقى بتوم مفروم والفلفل الاحمر السبايسي، عطيته تقلبتين، ورحت نازله بالفشه بتاعتنا، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وشويه شطه. دي برضو اختياري لو حابه، لان احنا حاطين خلي بالنا فلفل احمر حراق. واديها كده تقلبتين احمرهم، وانزل عليهم بقى ببصلايه مقطعه قطع صغيره، واقلبهم شويه لغايه ما البصله تدبل من غير ما تاخد لون تدبل. اروح نازله عليهم بقى بفلفل الوان مقطع برضو قطع صغيره، احمر واصفر واخضر، واقعد اقلب فيه كده شويه. مش عايزه الفلفل يدبل، انا عايزه الفلفل يقرش تحت اسناني، لان دي زي الفاهيتا بالظبط بس مقطعه مكعبات مش طرنشات. اقعد اقلبها. ممكن بقى دلوقتي نقطع طماطميه برضو قطع صغيره ونحطها، لكن انا ما حبيتش احط، قلت عشان كفايه الصلصه اللي في المكرونه. واديها تقلبتين واطفي عليها النار. اكلتنا بقى البسيطه والخفيفه خلصت زي ما انتم شايفين. المكرونه حلوه، الصلصه بتاعتها حلوه وسط، لا خفيفه ولا تقيله. وكمان بقى الفشه بتاعتنا بطريقه الفاهيتا، طعمها حلو جدا جدا ومستويه معانا وحلوه جدا. تغيير بقى عن الاكل، بدل بقى اللحمه والفراخ والسمك وحاجات تانية كده، فقلت نغير. ما هي الفشه مش شرط ان احنا ناكلها في العيد بس، ممكن ناكلها في اي وقت من السنه. فانا قلت اغير واعمل فشه وشويه مكرونه، وممكن تتعمل سندوتشات او تتغمس بالعيش. يلا بقى جربوا الاكله الخفيفه والحلوه ديت، واهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو والاشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.